يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. أنا أحمد شيتو. سريعا كده يا جماعة عشان احنا داخلين على عظمة. أنا سبق قبل كده ولعبت النسخة الديمو أو الجزء الديمو من لعبة إبليس الجزء الثالث، وكان الديمو حاجة عظمة. ملحوظة سريعة يا جماعة، كل ألعاب الرعب اللي أنت شفتها في حياتك أو تعرفها في حياتك قوم، والأجزاء بتاع إبليس دي قوم تاني. كل مطلوب منك دلوقتي بعد ما تعمل لايك للفيديو وتعمل لي كومنت حلو زي كده وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، ان انت يا معلم حط السماعات على ودنك، هاند فري بقى، هيدسيت، اي حاجه زي دي كده، وافرد ظهرك يا معلم عشان اوعدك انك هتخوض تجربه مرعبه. صدقني صدقني هتبسطك. لو انت بتحب الرعب هتنبسط. وبسم الله ويلا بينا يا شباب. الشيطان يستلهم من الحقائق فهذه لا بس نحاول بناء علاقة بينك وبين عالم الحقيقي. تمام. إبليس الجزء الثالث. إبليس والعياذ بالله. Bu oyun gerçek bir هذه hikayenin لعبة izlerinden مستوحاة من آثار قصة حقيقية. Olayın geçtiği yer ve olayı anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalınmıştır. 1994 yılının Ekim منطقة ayında السلام تركيا وقع حدث غريب جدا ذكر في أخبار تلك الفترة من الجنين مسؤولين ذكر أنا ذاك. dönemin haberlerinde yer almış. Her ne kadar çok inanılmasa da haber olmuştur. İddiaya göre بحسب الادعاء قبل يوم من زفافها زارت الفتاة الشابة قبر والدتها، وعند قبر دعتها وهي تبكي لحضور الزفاف. içinde annesini düğününe davet etti. دي الصور خدوا بالكم يا جماعة، دي مبنية على قصة حقيقية. تمام. İlerleyen saatlerde ölmüş olan annenin düğün alanında شهدت الأم المتوفاة في مكان الزفاف. الله. o andan itibaren يبدأ ظاهر كبير عندما يكون القادمون بالكنيسة القادمة يغادرون القرية في نفس اليوم. yaklaşan felaketi hissedince aynı gün köyü terk etti. اديني في الرعب التركي. Bu olaylar üzerine جاءت قوات الدرك إلى القرية لتحقيق هذه الأحداث، كان لم تأثر على أي شيء غير طبيعي. Olayları haberlerden öğrenen bazı gazeteci ve meraklı insanlar köyde araştırma yapmak için ziyaretlerde bulundular. Fakat تمام. en son ziyaret تقريبا أنا هبقى صحفي وهروح القرية ديت عشان iddiaya göre عندي فضول وكده، عايز أعرف إيه اللي حصل هناك وأحقق في الموضوع وكده يعني. bile dünya üzerinde bazı terk edilmiş köylerde gözle görülemeyen بس يا جماعة أنا لعبت الجزء الأول والتاني، صدقوني هتنبسطوا. اللعبة دي حلوة قوي قوي بجد. bazen sadece gözlemci olarak gittiğimiz والنور، zamanlar حط الهاند فري في ودنك، parçaları افرد ظهرك يا معلم، هتنبسط هتنبسط. ربنا يستر عليا. طيب احنا كده نزلنا من العربية. اقفل عربيتك يا معلم ويلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كنا لعبنا الجزء الديمو، بس على فكرة يا جماعة ده مختلف عن الجزء الديمو. في الديمو ما كانش فيه الحتة دي. دعوة لابد أن هذه دعوة الزفاف التي بدأت منها كل اللعنة. أنا هنا من أجلك يا سونا. سونا؟ بقى تنتهي إعلامك بفضلي. سونا. وده إيه ده؟ سيدر دي ولا إيه ده؟ أهولي أهولي على الأصوات. بس الأوضة دي ما كانتش موجودة في الديمو. يا رب يبقى يعني الديمو حاجة مختلفة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنا ما بحيش حاجة بتخوفني قد صوته ده. الحاجة دي ما كانتش موجودة في الديمو. هو تقيل قوي كده يعني؟ ده سلم يا عم عادي يعني. هو انت مقفر ليه الموضوع يعني؟ ايه يا عم؟ ده سلم عادي يعني يا جدعان. طب يلا بسم الله.
يا أصواتك، يا أصواتك، بسم الله. هذه القرية قرية تركية رومية تاريخية، وقد ترك السكان ملاحظة مختلفة في أماكن متفرقة من القرية قبل رحيلهم ليحكوا من خلالها عن أحداث اللي أدت إلى هجر القرية. تمام. أصوات رهيبة يا شباب. حطوا يا جماعة الهاند فري في ودنكم لو انتوا مش مركبين الهاند فري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ فين الكلمة دي؟ ايه؟ أم سونا رحلت عن هذا العالم. اسمها أم سونا؟ حاجة أم سونا من 6 أشهر كاملة. كانت سونا تبكي كل يوم لأنها ستقضي يوم زفافها من دون أمها، وكانت تزور قبرها باستمرار. وفي أحد الأيام انحنت نحو قبر أمها بيأس وهمست: أمي تعالي إلى زفافي، أرجوك لا تتركوني وحدي. في تلك اللحظة توقف الريح وغرق المقبرة في صمت عميق. ومن ذلك اليوم وبالذات بدأت الكوارث تضرب القرية. عشان هانم تتجوز لعنة القرية كلها. كان يوم اسود ما اتجوزت يا أختي. كنيسة القديس كالستوس. مفيش حاجة هنا. طب وفوق الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم الزفاف وبينما كان الجميع ينتظر المعجزة، ارتفع همس من صمت القبر البارد. أم سونا عجبني موضوع أم سونا ده. مرتدية ثوب الزفاف الأبيض جاءت إلى الزفاف من بين الظلال، لكن هذا لم يكن عودة مليئة بالحب من أم، بل كانت زي لعنة. على أرجح أنني أضعت رسالة كتبتها سابقا في زفاف الروم التاريخي. أرجوك أن تكون رسالة، وإذا كتبتها فقد تكون قد أدركت أن حل اللغز سيكون في المقبرة. مقبرة؟ نشوف. طب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حاجة أم سونا، يا ساتر. هنا في مقابر اهي، وهناك غالبا الطريق مقفول، غالبا يعني يبقى الطريق من هنا. لابد ان هذا هو نار الراعي اللي شعلها الجن عشان هذه النار الاماكن المقفوله المهجوره. الجن اللي عامل النار دي. تمام. كان عندهم بارتي، كانوا عاملين باربيكيو. المفروض في الجزء الديمو ان انا كنت بجيب مفتاح واخش هنا. ده نفس الكلام برضك. تمام. عايز المفتاح. حكم في الجامع في الديمو. طب نشوف كده. انا مش عارف هنا نفس الديمو ولا حاجه مختلفه. بسم الله. المفتاح فين يا جدعان؟ المفتاح فين يا جدعان؟ ما دي مقفولة، دي مقفولة اهي. كان مفتاح مرة آخر مرة عند ايوه، ما انا عارف، ما كان عند المسجد. ما انا بقول كان في الجامع.
المسجد بقى نروح له منين؟ هو كان من هنا تقريبا. انا فاكر انه كان من هنا. من هنا صح افتكرت. مؤاخذة يا جماعة، ايوه المسجد الكبير اهوت. المفتاح كان هنا، كان على هم اكيد غيروا مكانه. الباب ده كان مقفول المرة اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ رابع الأصوات يا جدعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حاج، اتفضل تاخدنا معانا والله بنتغدى اهو. مفتاح المقبرة. ده مش مفتاح البيت، ده مفتاح المقبرة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن السوداء يا عم. انت اصلا مش كنت قدام ده ولا كنت عامل ازاي؟ ما علينا. المقبرة فين؟ المقبرة منين؟ من هنا ولا منين؟ تقريبا دي بطل المأمورة اهي. افتح يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتم السابقون ونحن اللاحقون. صوت ده في هيكل بره اهو. هو كان بيقول لك الحل عند الحل في المقبرة. ده مفتاح، هذا المفتاح الأول. مفتاح البيت رقم 83. بدأ كل شيء عندما دعت سونا والدتها المدفونة في هذا القبر إلى زفاف ذلك اليوم خيمها الظلام على القرية. الأرواح قلقه حتى دعاء لم يعد كافيا. ظهر ظل ملفوف بالبياض أمام أعين الجميع وترك لعنته. لا أزال أصلا نسيان الصرخات من ذلك المنزل. قد فات الأوان لإيقاف ما حدث. منزل سونا هو البيت رقم 83. في ذلك اليوم شهد فقط روح الجسد المدفون في هذا القبر المقلوب وهو يدخل المنزل، لكن كان هناك شيء آخر غير مرئي. تعاويذ وطقوس خفية داخل المنزل كانت هي القوة المظلمة التي دفعت الروح الذهاب إلى هناك. المهم الآن بين يديك فك التعاويذ في هذا المنزل، يفسد الطقوس واكتشف مصدر اللعنة، دمره حتى لا تستسلم مكان هذا الظلام مرة أخرى. الإمام جمال. طب أنت عملتش الكلام ده ليه يا عم؟ أنت الإمام، أنت يعني أنت سايبها لي أنا؟ ده أنت إمام يعني. طيب نروح المنزل هناك من اهوت اهو. نفتح المنزل. عجبني قوي ان المطور عامل البدايه هنا مختلفه عن الديمو. فانت مش بتعيد الحاجه او بتكرر الحاجه، الموضوع مختلف يعني. هو كده كده في الاخر هو الفكره كلها هيدخلك بيت اللي هو رقم 83 بس الاحداث مختلفه عن الديمو يعني. طيب احنا مجرد ما هنخش البيت هنعتبر بقى كده ايه اللعبه بدات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد 8 ساعات دخلت انام. انا داخل انام جوه. كنتك سايب الدنيا كلها تنام هنا. هذه التجربة ليست لعبة رعب تقليدية. هل تود ان تكون جزءا من طقس ديني حقيقي؟ المرة اللي فاتت اخترنا كده فهنختزل المرة اللي فاتت. نعم يمكننا الاستمرار. إذا كنت مستعدا احضر ورقة وقلم الآن. اكتب اسمك بالمقلوب في الجزء العلوي الفارغ من الورقة. ستكون هذه الورقة ملكك بالكامل. كل ما تكتب عليها سيكون نحو مش عارف ايه كده. ماشي، انا هعتبر ان انا جبت الورقة وهعتبر ان انا كتبت. سأطرح عليك السؤال وأريد منك أن تكتب إجابته بسرعة كبيرة تحت اسمك، واحتفظ بهذه الورقة مقلوبة حتى نهاية اللعب. ماشي.
بيدك ان تكتب بسرعة على الورقة الرقم الاول الذي يخطر ببالك من 10 ل 20. الرقم الاول الذي يخطر ببالك هو رقمك. طيب انا هختار رقم 10. اختار رقم 10 يا جماعة. كتبت. اذا انجزت المطلوب يمكنك تقول اللعب. ابدأ اللعب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لي من والدي وعليم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ترى ما انا حاج. وما حاجش ورانا رعب. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جد الملائكة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يستر ربنا يستر ربنا يستر. بسم الله الرحمن الرحيم. من اولها تعاويذ وطلاسم وحاجه استغفر الله العظيم يا رب. بسم الله. الغرفة فوضوية لن يكون من الصعب الخروج قبل ترتيبها. يجب ان اضع الكتب في مكانها. لا ما انا مش جاي ارتب كتب انا. وايه ده؟ وانا بشيلها واحركها كده؟ لا. طب تعالى هنا. اه خليك انت هنا ماشي. خلاص الكتب كده خلاص ولا في كتب تاني؟ ده كتاب ده؟ خلاص كده يا اسطى مرضي. يلا. ايه مش خلاص كده ولا في كتاب تاني ولا ايه؟ ما رتبت الكتب اهو. ما خلاص. يا عم تعالى ان هو يا عم مع زمايلك هنا ان هو زعلان. تعالى يا عم بلاش اهو. اهو يا سيدي. ها اطلع يا عم. طب وقع. تعالى. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخش يمين ولا شمال؟ اعمل ايه؟ يجب الزام بقواعد المنزل يمكن دخول بدون شبشب. فين الشبشب ده؟ يبقى اكيد الشبشب من هنا. انا مش شايف حاجه. مفيش نور. انا مش شايف حاجه. طب ننزل تحت طيب. بس اسكت. وبعدين قواعد منزل ايه وشبشب ايه؟ ما انا في المنزل اصلا. لا طب ما هو عداني اهو. اين المفتاح؟ تمام يبقى عايزين مفتاح. انت يا حاجه ما معكش مفتاح يا حاجه؟ طب هنا ايه الدنيا؟ مفيش مفتاح هنا؟ يبقى هننزل ماشي. وده بيت في النور صح؟
الرحمن الرحيم. كان المنزل محكوما بالسحر باستمرار. لفتح هذا الباب لا تحتاج لأي مفتاح، بل عليك أن تجد الشكل المرسوم على الباب وأن تعيد إنشاء الرباط السحري باستخدام الموديل اللي تراه عليه. طيب هنجيلك تاني دلوقتي. شوف اهو. ده بيلبس الشبشب سلو موشن، يعني بالحركة البطيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا اخوان. تم وضع هذه الأجهزة بنقاط معينة داخل المنزل لكشف الكائنات الخارقة للطبيعة. عند دراسة أي حركة غير طبيعية فعل إضاءة الجهاز التلقائية. يعني البتاع ده لما ينور يبقى كده المفروض إن إيه، في مثلا زي جن عدى أو روح شريرة عدت كده يعني. تمام. طيب احنا كده محتاجين نطلع فوق، صح؟ ده اللي كان عايز مفتاح. ماشي. الأوضة دي فتحت ايه؟ بتقفل الباب ليه يا معلم؟ مفيش مفتاح هنا كده، هنا ولا هنا؟ سجاير بس، مفيش مفتاح جوه الفازة دي؟ أي مفتاح؟ المفروض أنا هنام شوية. وأنا قيلتلي شوية. تمام. أنا مش فاهم بقى إيه الفكرة يعني حتى كانت في الجيم وكده لما بتنام فوق بصحى نفسي ألاقي نفسي تحت. أنا مش فاهم إيه الفكرة يعني، بس ما علينا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة طول ما الكشافات دي ما نورتش يبقى ما فيش أي حركة غريبة والدنيا تمام. الباب هيقفل تاني صح؟ واخش انام تاني. يقول لك يوم التلات وهيجيبوني من تحت تاني. انا مش فاهم ايه الحته دي في اللعبه بصراحه يعني، بس هو كان في الديمو كده. بسم الله بسم الله. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. حاجة نعملها هنا ولا حاجة؟ مفيش. هنطلع ننام تاني صح؟ عظمة؟ انت لسه عايز المفتاح زي ما انت. ماشي.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. في ايه؟ في ما عملتش حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الصوت ده؟ طب ايه، انزل ولا اعمل ايه؟ ولا شو الباب ده ولا ايه؟ لا يبقى هنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ في ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طب انا حاسس ان انا هتسرع سرعة دلوقتي. مش ننام، تعال ننام. هجيني نام بس في اللعبة دي. الأربعاء. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوق أهو فوق أهو. الجزء الديمو كان خلص وأنا طالع على السلم وده جرى في وشي. أهو يا جماعة شايفينه؟ أهو. أمسونا يا حاجة، أمسونا. طب ما تجريش عليا يا أمسونا، انا عارف انك هتجري عليا بس انا هخاف. اوعى اوعى أمسونا، اوعى أمسونا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله. في ايه؟ مين؟ اف بي اي ولا ايه؟ مين؟ عايز ايه؟ ايوه. اللي بيخبط. مرة هليت اليرت وبابجي طب مالي انا ومال مسونة وايه ده؟ اقفلوا 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 ناقصين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. انت برضك عايز المفتاح؟ اين المفتاح؟ ما اعرفش، ما انا ما اعرفش فين المفتاح، ما انا لو عارف المفتاح هقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. خش نام تاني. يوم الخميس. يوم الخميس بقى ده نخاف منه ليه؟ عشان يوم الخميس عيد ميلاد ابليس. ايوه الكلب اهو. الكلب هو اللي مشهور في السلسله دي، يقعد يهوهو كده. لسه النور رايح. اقفل تاني اقفل تاني اقفل تاني. طبعا انت عايز الرسومات وعايز الحاجات انت محتاجاها. طب هنطلع فوق تاني. يعني بالله عليكم في ساعة بتدين 3 و5. حسبنا الله ونعم الوكيل. ساعة اللي بتدين 3 و5 دي. وربنا انا ما مرتاح لك ولا مطمن لك. في ايه؟
ده ستيل مقفول برضو. ايه هنروح ننام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عدينا الخميس، جينا يوم الجمعة يوم بركة، هنصلي الجمعة والدنيا تبقى حلوة إن شاء الله، ربنا هيكرمنا بإذن الله. أنا مش شايف حاجة. لا والله. اهو اف بي اي، صح، اف بي اي. ايه هنام برضو ولا ايه؟ دي موسيقى ولا ايه؟ الموسيقى شبه القرد. طب هننام؟ ننام نيجي السبت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ده مش كان هنا؟ ما انا ما اعرفش فين المفتاح يا حبيبي، انا عارف فين المفتاح يا حبيبي، والله كنت فتحت الباب، يعني انا ما اعرفش. خش انام برضو. شوف اخرتها معاكم. اه يا عم الكتب دي فين يا عم؟ ام المفتاح يا عم. باب مقفول.
في ايه؟ انا جسمي بيقشعر. في باب اتفتح تحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ لا ما فهمتش، يعني انا لما بلغي دي 3 خطات. يعني اعمل ايه؟ مش فاهم. ما اسمها دي، لا بيلا دي ولا ايزابيلا دي ولا اسمها ايه دي؟ دي العروسه بتاعت الافلام دي، اسمها ايه؟ حاجه اسمها بيلا دي، مش عارف ولا بيل. انا بيلا. الموسيقى فظيعه. طب اعمل ايه؟ اكيد الغلطة بتاعتي صح؟ اكيد. انا مش طالب. البنت انا راحت فين؟ بسم الله بسم الله. اعمل ايه؟ بسم الله. سلام قولا من رب الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هو ايه اللي بينور تحت ده؟ ده عربية لعبة دي ولا ايه دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. انا مش شايف حاجة، انا مش شايف حاجة والله بجد مش شايف حاجة. في ايه؟ وحد هيطف عليا ولا ايه؟ في ايه؟ بسم الله. البتاع نورت، يبقى في حاجة. حسبي الله ونعم الوكيل. دي العروسة اللي كانت هنا. خد يلا. انا اسف. اطلعي اطلعي اطلعي. بتعمل ايه؟ اجري.
يعني بذمتك انت هيجيلك نفس تنام؟ بتاع لقطت الكاميرا اشتغلت يعني كده، لقطت حركة غريبة، جن ولا شبح. يا بنت يا نبيلة، اخرب بيتك على ام سونة. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. حمام اقفل يا اسطى. مش ناقص. هو في حاجة هنا هلاقيها يعني؟ حاجة هنا هعملها ولا حاجة؟ مثلا المفتاح يكون هنا ولا حاجة؟ بس كده؟ بس عشان بس قبل ما اطلع نتأكد، يعني مفيش هنا مفتاح ولا اي حاجة؟ مفيش اي حاجة. طيب ينفع كده يا حاجة؟ وانت ام سونة ولا انت ام سونة؟ العين الزرقاء، بما ان المنزل الذي وجد فيه محكوم بالسحر باستمرار سيحتاج الى هذه العين الزرقاء للحماية. اذا قمت بفحصها بعناية تتمكن من فهم وظيفتها. هي فين العين الزرقاء دي اصلا؟ هي فين اصلا العين الزرقاء دي اللي هو بيقول عليها دي؟ هنا ولا حاجة؟ في ايه؟ هي المصونة كانت بتغسل تقريبا، المصونة كان عندها غسيل تقريبا. فين بقى العين الزرقاء دي؟ باب فتح اهو. المطبخ. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الصوت صعب قوي. عندكم اكل ايه يا مسون؟ العين الزرقاء اهي. المطبخ كده خلاص. بطلع فوق ولا اروح عند انابيلا؟ ده احنا بنجمعهم ولا ايه؟ ده في كذا واحدة تقريبا.
طب هما كام واحدة اصلا؟ في هنا طيب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع فوق كده، نطلع فوق، بقالنا كتير ما طلعناش فوق. اه تقريبا تلاتة، احنا جبنا اتنين، بقولك تلاتة اهو. طبعا ده مقفول زي ما هو. ده فتح اهو، يبقى التالتة هنا. كده الانتريه كان شكله حلو. بوظتيها يا مسون، بوظت الانتريه يا مسون. اهي التالتة اهي. طيب هي يا جد المسونة، انت المسونة؟ طب التات بقى عيون دول لما جبناهم بقى هيفتحوا لنا هنا مثلا؟ لا. طب هقول لك ممكن نستخدمهم في الباب اللي تحت اللي هو كان عليه رسومات ده. اللي هو الباب ده. لا برضه. الباب بتاعنا جديد. ده حمام برضه، مفتاح اهو. غرفة السحر اصلا. ايه الاصوات دي؟ انابيلا انت كويسة؟ تمام بطمن عليكي بس. افتح يا عم غرفة السحر. ده الصوت. ايه المنظر ده يا جدعان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دي هحطها في حاجة يكون زي الرسمة اللي تحت. هي الرسمة تحت كان فيها البتاع دي تقريبا صح؟ ده كده محتاجين ننزل تحت كده نشوف الهلال ده كان فين. وفي صليب كمان اهو. لا تعال بس ما تبعدش كده، خليك نو. حاجة تاني نشوف كله مرة واحدة. ده بصل ده ولا عيون بني ادمين دي ولا؟ في قفل كمان. تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا كده محتاجين ننزل تحت نشوف نفتكر شكل البتاع. وربنا انا لو مش بسجل بس لكنت شتمت.
هي فتحت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفتك شفتك انا شفتك يا امك. انا ما داخل من هنا، ما داخل من هنا. الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو هتخضوني انجزوا، عشان انا قلبي لسه بيدق اقسم بالله من الخضه اللي بتاعت الكلب دي. طب اعمل يعني اخش ولا اعمل ايه؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هل يتم تدمير قبر من اجل تعويذه؟ اذا لم يتبقى في القبر رحمه فنعم. هناك 6 عظام ناقصه في القبر، يجب ان تعود الى مكانها، يجب ان تعود حتى يرتاح جسد كل مسواه. تمام، يبقى احنا كده مطلوب ان احنا نلم 6 عظمات. تمام. دي واحدة اهي تقريبا ولا ايه؟ هما دول؟ ادي واحد كده. تعالى ارميها هنا. ادي واحد. هو ليهم ترتيب معين ولا ايه؟ ادي 2. ليهم ترتيب. 3. 4. 5. دي 5. 5. ودي اخر واحدة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن عليه الصلاة والسلام. الرحيم. بعدد كل داء ودواء وبعد وسلم عليه وعليهم كثيرا. انا كده فهمت القبر. في باب بيتفتح. طيب احنا كده المفروض خلصنا المهمة هنا. ده كده هيخضوني مادام خلصت مهمة او عملت حاجة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. هيلسعوني خضة دلوقتي. أعوذ بك ربي من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كان هنا في باب، هو ده اللي فتح ده. لا. طب يعني نطلع فوق كده خلاص ولا ايه؟ انا مش عارف. طب نجرب نطلع فوق كده. هو ايه ده؟ هو مش كان هنا يا جماعه في سلم؟ والله بيتهيألي ولا انا؟ ايوه هنا كان في سلم اللي كنا نطلع عليه. انابيلا، مش كان في سلم بره انابيلا؟ في صوت باب زي. طب ايه ده بقى؟ كده هنا في مطبخ يا جدعان.
ده اسد، ده اسد ده ولا ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ ننزل تحت تاني. هو اكيد لازم الباب ده يتفتح. اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اعمل ايه؟ ايه؟ لا انا مش هعمل، ده هم اللي هيعملوا. هم اللي هيعملوا. هعمل ايه؟ في ايه؟ ايه علامات الاستفهام دي يعني ايه؟ مش فاهم. طب اي Açın kapıyı! Açın kapıyı! انا مش فاهم حاجه من علامات الاستفهام دي. Oğlum her yer kan içinde. مش هتبقى ولا ايه؟ في ايه؟ وانا مت ولا ايه اللي حصل؟ ولا انا فين ولا؟ ايوه اعمل اتحرك انا ازاي؟ اعمل ايه؟ مش فاهم. وانا كده مت ولا دي جثة ام سونا ولا ايه؟ ونفس ذائقة الموت. يعني انا مت. ده ما يحبك الظلام لا يعود هناك طريق العودة جزء غير ذائقته كان. لا يرحمني. عمر مضى في غفلة، لم يحفظ القلب ولم تحفظ الروح، اقترب الشيطان ولم تكن مستعدا. قضي نفسك عندما يكون هناك وقت. والنقطة الحيوية الأولى التي تفتح الستار. الرجال قاموا بالواجب معايا. هو انا ليه في تعبان تحتي؟ والعياذ بالله. شكرا كده. طب هو في اول اللعبه لما قال لي اختار رقم من 10 ل 20 وهقول لك عليه في الاخر وبتاع، انا كنت اخترت رقم 10 يعني، او ايا كان الرقم اللي اخترته، استفدنا ايه بقى؟ اهو اذا كان هذا هو الرقم الذي فكرت فيه كتبت على الورق قبل بدء اللعبه 15. لا مش ده اللي اخترته حبيبي، هذا ليس مجرد صدفه تطابق الارقام، كان البدايه الان نطلب منك شيء اخير، استيقظ الليله تمسها ثالثه لا تظبط المنبه، فقط ارغب جسمك جسدك سيعرف، عندما تفتح عينيك انظر الى الظلام، صوت ظل احساسي مثل لحظك، لا تخف انه فقط تراقبك. مع نفسك يا حبيبي، انا اخترت 10 اصلا، ما اخترتش 15. صوتي راح. لعبة حلوة. ده الشعر ده ولا ايه؟ İblis bu yakalar seni korsan bile İblis bu yakalar seni kaçsam psikopat bu. انا خايف لو كنت عويزة اطلع يا عم، وربنا انا مش واثق فيك لو كنت عويزة ولا حاجة. المهم يا شباب، المهم دي كانت لعبة ابليس الجزء الثالث، قفلناها مع بعض. كالعادة لو اللعبة عجبتك ويعني انبسطت وقضيت وقت ممتع او مرعب ايا كان، فما تبخلش عليا باللايك للفيديو، واديني كومنت زيك كده حلو زيك يعني، واشترك في القناة لو انت مش مشترك، عشان اي فيديو نزله جديد يجيلك بيه اشعار، وانتظرونا في فيديوهات قديمة قادما. وخد لك لفة برضه كده في القناة، هتلاقي بتاعتك تعجبك ان شاء الله يعني. وبس كده يا شباب، سلام.